السلام عليكم واهلا بكم في حلقه جديده مع سلسله البودكاست اللي بنقدمها على قناتي على اليوتيوب. وحلقه النهارده معانا ضيف استثنائي، قد يبدو صغير في الشكل العام، ولكن في الامكانيات والقدرات اثبتت يعني شغل عالي جدا 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 في عالم كتابه المحتوى وعالم السوشيال ميديا. معانا النهارده مش بقى صاحب الصنعه، معانا صاحبه الصنعه او الميديستا، اللي يعني نقدر نقول يعني ايه زي ما كانوا بيقولوا ايه شبر ونص او قد النمله ويعمل يعني 90 عامله. ازيك يا أروى، عامله ايه؟ ازيك يا محمد؟ ايه اخبارك ايه؟ الاخبار؟ كله نورتينا النهارده. تمام. بنورك والله. قليله الظهور وسعيد جدا ان انت معانا النهارده. وانا كمان نوران. مبسوطه جدا ان انا موجوده معاك. عايزين منك تعريف، لان يعني انت زي ما لسه بقول انت يعني قليله الظهور وما بتظهريش كتيره. فعايزين نعرف بس يعني مين اروى، اشتغلت فين، راحت فين، اتخرجت سنه كام، والكارير بتاعنا ماشي ازاي؟ مش انا بس عايزه اصحح معلومه، هو انه يبان شكلي صغير بس انا مش صغيره خالص. انا متخرجه من 2015 من كليه تجاره جامعه القاهره. تمام. وكنت تخصص عادي اكاونتنج يعني محاسبه. وبعدين لقيت انه انا عايزه اتخصص في حاجه بحبها، ف يعني اشتغل بقى في حاجه بحبها. فقلت ازق كليه كده عشان انجح، وبعد كده اشوف بقى ايه اللي انا بحبه. فلقيت ان انا في الحاجات اللي ليها علاقه بالاداره او الماركتينج او الديجيتال اشطر فيها يعني. من وانا في الجامعه كنت دخلت كذا اكتيفيتي وكانوا خاصين شويه بالماركتينج والادفرتايزنج والكلام ده. ومن وقتها وانا بقى وقعت في غرام المجال ده. بدات كسوشيال ميديا، وبعد كده كسوشيال ميديا زمان يعني من 10 سنين او من 11 سنه. كان وقتها الناس بتفكر، مش بتفكر، او الناس يعني وقتها بتشتغل كل حاجه. يعني تمام. السوشيال، لو حد قال ان هو سوشيال ميديا سبيشالست فهو بيشتغل سوشيال ميديا، وبيشتغل مودريتور، وبيشتغل ميديا باير، وبيشتغل استراتيجيست، وبيشتغل كل الحاجات اللي ليها علاقه بالسوشيال ميديا. ما كانش فيه بقى التخصصات بتاعت ان الكونتنت، وبرده كونتنت كريتور. ما كانش بقى فيه دلوقتي بقى الكونتنت كريتور لوحده، والكوبي رايتر لوحده، ومش عارفه المودريتور لوحده، والميديا باير لوحده. مظبوط. فوقتها كنا بنعمل كل حاجه، وانا في الجامعه كان 2013 بالظبط. كنت بعمل بقى كل الحاجات دي. وبعد ما اتخرجت اشتغلت برضو في ايجنسي بعمل فيها كل حاجه. حتى كان وقتها مصطلح الاكاونت مانجر، يعني البوزيشن ده ما كانش، كان وقتها جديد. فبرضو كنت حتى في حاجه زي كده كنت بعملها برضو. فدوست في حاجات كتير قوي في الاول. وبعدين جيت تخصصت بقى، يعني جيت كده بعد كام سنه لقيت ان انا محتاجه اركز في حاجتين. هو الميديا باينج اللي هو الادز، ودي حاجه ممكن تكون محدش عارفها قوي، بس يعني كنت فاهمه اشتغل ميديا باير وقتها. مظبوط، اللي معروف. لا، احنا في كونتنت. عالم الكونتنت، ما عالم انا بقى الكتابة. يعني دي انا اجتهدت فيها قوي عشان خاطر اخلي الناس تنسى ان انا اصلا اشتغلت في ميديا باينج. لان انا كنت عايزه اعمل بوزيشن لنفسي في الكونتنت. لانه بعد ما هي بتبقى رحله كده انت بتبقى ماشي فيها، بالظبط. بتفضل تجرب هنا وتجرب هنا لحد ما بتلاقي نفسك في حاجه. مظبوط. وانك تلاقي نفسك في حاجه مش ان انا شاطر في ده، لا، انت امتى بتقرر ان انت بتلاقي نفسك في الحاجه دي؟ لما بتحس ان انت وانت بتعملها انا مستمتع جدا، مرتاح، مش حاسة لا بوقت ولا بمضغوط. ومفيش بريشر، مفيش حاسس ان انا بدي فيها اكتر، حاسس ان انا يعني في حاجه اسمها يعني state of flow او منطقه التدفق. ازاي بني ادم بيوصل لها؟ لما يحس ان هو بيشغل في الحاجه دي ومش حاسس ان هو لا جعان ولا عطشان ولا تعبان ولا. متمزج مبسوط ممكن كده يبقى العالم كله وسارح مع بيدور نفسه. من حواليه وهو قاعد مش واخد باله ان في وقت بيعدي. صح. فده تكرره امتى او تقدر تتراك ده امتى؟ لما تحس انك بتعمل الحاجه دي وانت مش فعلا فاصل عن العالم. فلقيت بقى في الكونتنت انا الحته دي، انه لا، انا ميديا باينج حاسه انه لا، مش حتتي خالص. انا ببذل مجهود، يعني رغم ان ممكن الادز، يعني الاد مثلا الواحد او الاد سيت الواحده ما بتاخدش مني وقت، بس انا حاسه انه انا حاسه بحمل مش قادره. فلما كنت بكتب بقى يعني ومركزه في حته الكتابه، ان انا شخص بيحب يقرا كتير، فالكتابه بالنسبه لي كانت سموزي اكتر، عشان انا اوريدي عندي لغويات وبقرا كتير في حاجات كتير ملهاش علاقه ببعض. فالموضوع كان اسلس يعني او اسهل. فبدات بقى في صناعه المحتوى ركزت فيها، وبعد كده لقيت بقى ان هي فيها حاجات يعني. منتشرة في اه كذا حاجة يعني جوه الكتابة يعني نفسها. لما يتقال ان انت content creator فمعناها ان انت محتاج تقف شويه وتسالني اللي هو بتعملي ايه بالظبط. بالظبط. فاقول لك والله لا، ده في كذا بوزيشن فيها. في content writer، ده الشخص اللي بيكتب بس مثلا لبلوج او سوشيال ميديا content اللي بينزل على السوشيال ميديا. وفي الكوبي رايتر، ده الشخص اللي بيشتغل على اد كوميرشالز والاعلانات اللي بتيجي في التلفزيون او البيلبوردز اللي في الشارع او السيلز كوبيز عموما. في شخص اللي اسمه سكريبت رايتر، ده لو احنا مثلا الحلقه دي احنا حد ملقنا الكلام، فاللي كاتب لنا الكلام ده بيبقى اسمه سكريبت رايتر. زي مثلا مظبوط. الدحيح اللي بيطلع في الحلقه بتاعه اليوتيوب بتاعته، بيبقى السكريبت اللي بيقوله ده بيبقى شخص هو اللي ملهوله او هو اللي كاتبه له.
وفي حاجه اسمها ستوري تيلر، ده الشخص اللي هو راوي بيحكي قصص، شاطر في فكره ان هو يعمل حبكه دراميه وهكذا. وليتلي بقى في يو اكس رايتر، الشخص اللي بيكتب محتوى ليه علاقه بالويب سايت. فالموضوع مش مجرد مش كونتنت وخلاص، حاليا بقى مش احنا بكتب في وخلاص. ليفل اعلى بكتير من اللي انا بقوله، هو الريل كرييتر، الشخص اللي بيعمل ريلز، اللي هو اشبه بان هو لازم يبقى عنده مهارات الفيلم ميكر اكتر، مش ان هو بيكتب ومهاراته وقفت عند الحته دي. يعني نقدر نقول ارت دايركتور صغير، يعني ايوه مخرج بالظبط صغير. كده، او مخرج صغير، شخص لازم يكون بيعرف يصنع محتوى وبيعرف يصوره وبيعرف يمنتجه. يعني هو عنده التلاتة سكيل، ودي للاسف مش موجوده كتير، واحنا اصلا بنتوه صحيح، قبل ما بنلاقي الشخص ده. صحيح. بس يعني هو ده اللي احنا رايحين له بقى. طب بس كملت بقى في صناعه المحتوى، ووصلت لحد ما انا جيت في نقطه برضو حسيت ان انا محتاجه اسكيل، او يعني خلاص بقى ليفل اب، يعني الحته تبقى تروح بعيد شويه. فلقيت نفسي في الحته بتاعه البراند استراتيجي، والحته ان انا ابقى براند استراتيجيست، والتخصص ده اللي هو ريليتد بالايدنتيتي والبراندنج وكل التفاصيل دي. فدي كانت النكست ستيب بالنسبه لي، بس لسه يعني يمكن اعلنت عن ده على السوشيال ميديا من كام يوم كده من او كام فتره اسبوع. من فتره قليله اه يعني. فتره قليله، بس لسه محتاجه بقى ده اللي اشتغل عليه اكتر، البيرسونال براندنج بتاعي يبقى اكتر في الحته دي، لان لحد دلوقتي الناس فاكراني لسه لسه كونتنت، بيبعتوا بالظبط. لي اروا عايزين حد كونتنت. بالظبط، اروى الكونتنت، اروى اه بالظبط، الكونتنت بس دي حاجه انا بفتخر بيها، ان انا في الاول وفي الاخر هي كل خبرتي كانت في الجزء ده، او يعني بشكل او باخر نسبه كبيره منه كانت في الجزء ده، وهي دي اللي خلتني اكتشف برضو المهارات بتاعتي. ف مش عمري ما هاجي في يوم من الايام اقول لا انا بتبرى من فكره ان انا عايشه دلوقتي في بوزيشن جديد. لا، انا بحب صناعه المحتوى لحد دلوقتي. يعني في يعني. الاول وفي الاخر كل واحد، يعني اللي انت بتعمله ده صناعه مم. محتوى، ده صحيح. فمش هينفع ننكر ده، او مش هينفع نقول انه ده مش محتوى. فصناعه المحتوى منتشره في المطلق يعني. طيب شغلك كان في كام ايجنسي؟ يعني اشتغلت في كام شركه، واشتغلت قد ايه في ملعب الفريلانس؟ وايه ماشي. اثر على ايه كان الاحسن بالنسبه لك؟ خلينا نقول ان الفريلانس لاي حد اصلا عايز يشتغل في الجزء بتاع الفريلانس، ان هو يبقى عمل حر ولوحده ومستقل، هو افضل ماديا يعني، من فاينانشال الشركه. وايز افضل كتير كتير تمام. جدا. وفكره انه مفيش، انت مش كوميتد بحاجه مواعيد معينه، وبراحتك بتصحى براحتك، تشتغل براحتك، تعمل براحتك. فمميزاتها الفلوس والفلكسبيليتي في الوقت، او المرونه في الوقت. ومميزاتها ان انت شغاله على ممكن بقى يعني مش بس مجالات جوه البلد، لا انت بتخرج بره، يعني في مثلا عملاء من بره البلد، او من سواء في الوطن العربي او بره خالص، بيتواصلوا معاك او بيشتغلوا معاك، فبتحس ان انت بتاخد اكسبيرينس اكتر، ومنك بقى للعميل دايركت. فكمان بتتعلم مهارات النيجوشيشن، ان انا ازاي اتفاوض مع العميل دايركت من غير ما يبقى فيه في النص وسيط اللي هو اكونت مانجر او صاحب الشركه. فدي كده مميزات الفريلانس. فانا اشتغلت دي، انا يعني ملي شغلي على مدار كل السنين في جزء فريلانس، انه مش مكتفي بس بالفول تايم. بس في سنه من السنين اللي هي 2018 انا تفرغت تماما من الفريلانس ورجعت تاني. ليه بقى؟ لانه رغم ان هي ليها مميزات، هي ليها عيوب، ان انت ما بتتعاملش مع تيم. فكره ان انت بتعمل كل حاجه انت سولو، اه بالظبط. الشخص اللي شخص واحد بيعمل كل حاجه. انا اللي ليا كذا دور، انا الاكونت مانجر، وانا الكونتنت، وانا الاكونتنت اللي بيلم الفلوس وانا. ايوه بالظبط. فهو دوره كتير، وفي نفس الوقت فكره ان انت تفكر لوحدك برضو دي مش احسن حاجه. فكره ان انت مش بتكومينيكيت وسط تيم، واغلب الوقت انت مفكر انه انا فريلانسر فانا هنزل براحتي انت بتكسل فبتقعد، فبرضو قعده بالظبط. البيت رخمه. تخلي وخصوصا لو الواحد حد يهمت شويه اصلا يريح. اكستروفيرت بيحب ينطلق وكده، فهيحس انه اتحول فجأة بشكل كده سموزي، ان هو بقى انتروفيرت او حد مقفول على منكمش. نفسه. فبرضه هي ليها سيئات. فعشان كده رجعت تاني فول تايم اشتغلت. خلينا نقول بشكل صريح، من وانا في الجامعه من 2013 لحد نهايه السنه اللي فاتت دي، اشتغلت في مش عارفه اعدهم، بس هقول لك الايجنسيز اشتغلت في 3 ايجنسي، جميل. وسايد، والباقي سايد اندستريز. واكتشفت برضو بالنسبه لي، يعني عشان مش عايزه برضو التجربه تبقى بتاثر على حد، انه السايد اندستريز او يعني الفيلد اللي هو السايد ده الان هاوس افضل. ليه؟ لانه في الايجنسي طبعا، يعني خلينا نقول انه بدايه اي حد يفضل ان هو يبقى على طول في الايجنسي، لانه ليه؟ يتعلم، يعني يبتدي ان هو يتعلم الصنعه واحده واحده على ايد بالظبط. حد فاهم لا يوجهه. هو مش هيبقى للاسف، يعني برضو مقوله او يعني خرافه ان انا في حد فوقيا ويعلمني، مفيش الكلام ده لا في اي شركه ولا في اي مكان. انت اللي بتعلم الايجنسيات نفسك، او لا يعني حتى لو انت في شركه كمان ان هاوس، انت اللي بتعلم نفسك ازاي، لانك على قدر التجارب او الخبرات اللي انت بتتحط فيها. فانا حاجه محتاجه اتعلمها دلوقتي، فبتدخل تسيرش عشان في تاسك لازم يتسلم، في ديدلاين. صحيح. فالديدلاين هو اكتر واحد بيعلمك في الدنيا ان انت تتعلم الحاجه دي عشان تسلمها.
طب نرجع تاني للجزء بتاع ان الايجنسي مفيده ليه للناس اللي لسه بتبدا في المجال، لانه انت بتتعرض لكذا اكونت، يعني مش بتشتغل على حاجه واحده، فبيبقى عندك فرايتيز في الافكار وفي البورتفوليو، بتعمل بورتفوليو كويس جدا. تاني حاجه طبعا بتتعامل وسط تيم، بتشوف الايجنسي لايف ماشيه ازاي، العملاء بنتعامل معاهم ازاي، الكلام ده. فهي مفيده في الاول لانك برضو وانت في الايجنسي مش بتشتغل كصانع محتوى بس، لا غالبا برضو ممكن تدخل تتكلم مع عميل، فممكن تبقى في الحته بتاعه النيجوشيشن، او ان انا ازاي اقنع العميل بدوري. بتقعد مع التيم وتفكروا مع بعض، فده بيساعدك ان انت تزدهر في طريقه تفكيرك، وفي طريقه وفي خبرتك اللي هتكتسبها. الان هاوس بالنسبه لي كان افضل ليه، لانه انا شخص فوكسد، يعني انا بحب اركز. تمام. ففكره ان انا اتنطط من كذا اكونت في نفس اليوم، لانه اليوم 8 ساعات، فانا مثلا شغاله 8 ساعات، عندي كذا اكونت شغاله عليه، يعني مش مش هبقى ماسكه بالظبط، اليوم مش كله شغل لعميل بالظبط، واحد. مش قاعده مع عميل واحد ليل نهار بقى خلاص. فدي بتبقى كويسه لحد فتره معينه، لحد ما تحس ان انت محتاج تتخصص بقى. يعني فكره ان انت تركز في حاجه واحده، فالتخصص ده بيجي من ان هاوس. انا مركز بس مع اكونت واحد، ازاي احل له كل المشاكل بتاعته، ازاي اشوف ايه التشالنجز اللي بيمر بيها، النيدز بتاعه العميل، السولوشنز اللي المفروض تكون موجوده، الايدياز بكل اتجاهاتها سواء اوفلاين او اونلاين. فده بيبقى افضل في الان هاوس. فانا حتى في الان هاوس حسيت ان انا خبرتي وتجاربي كانت اكبر. يعني من اول مكان اشتغلت فيه كان وقتها في جريك كامس في 2019، كان بعد تاني ايجنسي او حاجه كده، او مش فاكره بالظبط كان ايه، بس المكان ده هو السبب الرئيسي ان انا دخلت في حته الادز، الاعلانات اللي هي الكوميرشال، وكنا بنصور اعلانات وننزل لوكيشنز وبتاع. خليكي فلو تاخدي اكسبيرينس لو جديده انا في اساسا. ايجنسي مش هيدوني الفرصه دي قوي. بالظبط. هيبقى خلاص هيروح الدايركتور والدي او بي والاكونت مانجر، دور الكونتنت او الكوبي رايتر مش هيبقى مش انفولفد داخل قوي. قوي، مش هيبقى داخل معاهم قوي. لكن فكره الان هاوس، فانت بتعمل كل حاجه وفي اكونت واحد، وقايم نايم بيه هو بس. فكانت تجربتي في الان هاوس افضل. وبرده نصيحه للناس اللي، يعني انا مش برضو لما يجي حد بيطلب مني نصيحه بيقول لي هو الان هاوس افضل ولا ولا الايجنسي، بالظبط فبقعد اقول له بص، هي ديبيندز اون، لانه انت ممكن تبقى في الايجنسي افضل عشان عايز تنوع، وتحس ان الموضوع بورينج جدا لو انت شغال في ان هاوس. انا عكسك، انا شايفه ان انا محتاجه اكون فوكس. فاللي بيحب يكون فوكس ومركز في حاجه واحده يشتغل في ان هاوس، واللي بيحب يبقى يتنوع يشتغل في ايجنسي. بس في البدايه لو انت لسه بتبدا في المجال، يفضل ان بدايتك تكون في ايجنسي يعني. طيب، متى بدأت فكرة الميديستا وليه؟ اه ميديستا بدأت من 2018، هي نفس السنة اللي أنا قعدت فيها بشتغل فريلانس في البيت. تمام. بدأت ليه؟ كنت سبب غريب، كنت بشارك في مسابقة لصناع المحتوى، كانت يعني مسابقة ضخمة على مستوى الوطن العربي، وقدمت فيها وكنت متحمسة يعني جدا، وما اتقبلتش. وبعدين حسيت انه كان عندي لحظة، افكار وكان عندي احلام عملت وفي بقى يعني احباط. انا في المسابقة دي. وبعدين انا اللي حزني وقتها ايه، مش ان انا ما اتقبلتش، لان في العادي مش لازم نتقبل يعني. بالظبط. حزني ان هو انا اتفلترت على مراحل كتير، فخلاص كنت شورت، قربتي اللي هو كان خلاص فاضل تكة. تكة. اه. فطبعا ما اتقبلتش، فاتضايقت جدا. وبعدين كانت المسابقه دي كانت هتساعدني في ايه، ان انا اكريت ماي اون تشانل، ويبقى عندي فولورز، والناس بتتابع المحتوى اللي انا عايزه الناس تتابعه. فما عرفتش اعمل كده يعني. المسابقه كانت هي السبب في ده، يعني ان هي مم. تساعدني في ده، بس طبعا بما انها ما كانتش موجوده، فطبعا اتضايقت جامد كتير. وبعد كده قعدت اقول طب ما اكريت ماي اون، يعني مش يعني محتاجه. رب ضارة نافعة. اه لولا سبحان اللي الله حصل يعني. ده ما كنتش لولا هتروحي اللي حصل للدايركشن ده بتاع ميديستا بجد يعني، اساسا. ده بجد مش كمان في حاجات اللي بتحصل لي، لا كل الناس بكتشف انه بجد انت ممكن تبقى بتحزن على حاجه راحت منك، عشان هو ربنا عايز يقول لك انا اكتب لك حاجه اكبر، ركز. فبناء عليها بقى خدت القرار ان انا هعمل تشانل، بس كانت مقتصره على تشانل على اليوتيوب، وهدخل اتكلم عن المحتوى اللي انا بحبه، الا وهو السوشيال ميديا والديجيتال وصناعه المحتوى. طبعا وقتها كان خبرتي قليله جدا، وما زلت خبرتي قليله جدا، بس وقتها كنت خلاص يعني مفيش، بس كنت شايفه ان انا عندي حاجه عايزه اقولها. فعملت التشانل، وساعتها كنتش عارفه افكر في الاسم وكده. واحده صاحبتي اسمها لينا قالت لي تعالي نفكر سوا، وهي اللي طلعت اسم ديستا مش انا يعني. ساعتها قلت لها لا مش عاجبني، اسم كرنج قوي. ليه؟ وبعد كده ما اعرفش، كنت حاسه ان هو مش عاجبني. وبعد كده لما قعدت اقوله، قالت لي طب بصي قولي كده كذا مره يعني. خفيف، هو خفيف وسهل على فكرة. وبعدين جاي هو الناس برضو كانت وقتها كانت بتسالني هي ميديستا دي جايه من ان هي حاجه ميدل ايست. قلت لهم لا، هي مش باينه ممكن تبقى للدرجه سوشيال دي، ميديا بس بنوتة، يعني ميديستا يعني اللي تحس ان هي هي. يعني زي فاشونيستا، ايوه بالظبط كده، هي نفس الوزن رحاليستا، اللي بالظبط هو كده، الماد، اه. انت مهووس بالحاجه دي. مم. فهي الميديا اللي هي سوشيال ميديا طبعا، وميديستا. بعد كده ما لقيت الاسم واقعه كده على وداني كان حلو، فقلت لك خلاص انا اقتنعت بيه. ونزلنا صورنا اول فيديو، وبعد كده ابتديت بقى الحلقات تنزل.
فكنت انا شخصيه وقتها يعني حد بيرفكشنست جدا، لازم كل لازم حاجه الحاجه تبقى تطلع على الشعره، بالمسطره. كلنا عدينا مفيش الكلام ده. فكان بالمرحله بقى الرهيبه دي. مصور مش عاجبني اللوكيشن، مش عاجبني شكلي، مش عاجبني الصوت، مش عاجبني المونتاج، واعيد وانزل اصور تاني. بعد كده قلت انا كده مش عمري ما هبدا. صحيح. ففكره برضو ان البني ادم يستنى اللحظه المناسبه، مفيش لحظه مناسبه ما بيجيش. يا جماعه، مفيش لحظه مناسبه مهما تخيلت. هي اللحظه المناسبه بتيجي لما انت تقرر ان هي دي لحظه الانطلاق بتاعتك. فنزلنا بقى الحلقات، ابتدى بقى يجيلي فيدباك حلو ووحش، وانا شخص بقى بيحب يركز في الوحش، فبنسى الحلو يعني، واقعد اركز بقى انه الناس كانت بتقعد تقول الصوت وحش جدا، يا جماعه المايك فيه حاجه، يا جماعه الاضاءه مش احسن حاجه. الناس بقى تعلق انه المفروض اللبس اللي انت لابساه ده بيرفلكت مش عارفه الاضاءه فغيريه. ما بقى يا جماعه فنيات ركزوا في المحتوى اللي انا بقدمه. انا بقول حاجات مهمه انتوا بتسمعوهاش ليه؟ بس على الجانب الاخر لا، لقيت طبعا حماس وتشجيع من ناس كتير، والقناه نفسها كان عقبال ما جبت اول 1000 مثلا سبسكرايبر على القناه طولنا قوي. بس بعد كده نزلت ايفنت كده، مش عايزه اذكر اسمه، بس هو ايفنت كبير يعني، وانا بنزله كل سنه، بروح كل سنه. فكانت السنه اللي نزلتها دي كانت سنه غريبه جدا، لان انا كنت بلاقي ناس بتقف تقول لي هو انت ميديستا؟ فانا ببقى قلقانه، اللي هو انا مش متعوده على الكلام ده. بالظبط يا جماعه فقلت لهم احنا بنتابعك على اليوتيوب، اللي هو يوتيوب اللي فيه لسه ما قفلش 1000. بالظبط. ادخل مثلا مكان الاقي، بس طبعا ما كانش كتير، بس مثلا انا في الايفنت ده كان حوالي 3 4 كده وقفوني واتكلموا معايا وتصوروا معايا. الشهرة دي حاجة غريبة جدا. وبتوترني بقى يعني. انا ممكن تكون الشهرة بالنسبة لناس تانية هي حاجة جميلة، يعني ان انت لا، تكون معروف على يدي والله سلمت عليكي في الايفنت بتاع لسه هنجيله يعني، مم. بتاع صاحب الصنعه اللي هو متوهه يعني انا مش انا فانا خالص حتتي انا يا خالص. ابني لا انا احب مش اعمل حاجة بتاعتي. بايدي، احب، لكن ما تحطنيش تحت سبوت واضواء، لانه احنا كلنا يعني مش الدرجة دي يعني. فكنت متاخده وقتها، بس روحت البيت قلت ايه ده مبسوطه. وبعد كده نزلت ايفنت تاني، لقيت حد بيقابلني وبيديني هديه عشان ميديستا، كاتب لي اسم ميديستا وعمل لي ايه ده، في بقى حياه البلوجر دي مش قد. الموضوع يا جماعه بقوا 7 دلوقتي، الموضوع كبر اه، دلوقتي. فالموضوع بقى لقيته عمال بيروح كده في حته انه لا يعني المكان ده كويس. وانا وقتها كنتش عارفه ان يعني عدى كذا سنه، يعني مثلا عدى سنه او سنتين وانا فكراني ان ميديستا دي مجرد بلاتفورم. فانزل مثلا الجريك، انزل اماكن معروفه الناس يعني عارفاها كويس، الاقي حد يقول لي احنا عارفينك على فكره، احنا متخيلين ميديستا دي حاجه كبيره، مش عارفه انت ليه مفكره فيها ان هي مجرد شانل. فهم اللي خلوني ادريم بيج يعني. كنت بالظبط متخيله ان هي يعني مجرد قناه يعني. الفيدباك بتاع الناس هو اللي احنا يعملك دايركشن متخيلين او اداكي يعني. لحته ان لا انا لازم اطور الفكره نفسها. يعني في واحد في ايفنت برضو تاني كنت نازلاه، لقيته بيقول لي انا متخيل ان ميديستا دي بتعمل لقاءات مع ناس مشهوره جدا موجودين في المجال، وبتسافر وبتروح وبتيجي، فمش عارف انت دي في دماغك ولا لا. وانا وقتها ما كانش ده في دماغي، بس قلت له ايوه طبعا في دماغي. انت فكر ايه؟ امال ايه بالظبط كده، في ساعه اليوم وقت ده هتشوفهم. في اليوم ده كان في الايفنت ده كان فيه هشام عفيفي. وانا بحب جدا هشام عفيفي، يعني بحب العفو جدا. مين ما فقلت بيحبوش لا يعني. خلاص، انا طالما الولد ده قال لي كده يبقى لازم اقتنص فرصه ان في حد في المجال لازم اتكلم معاه. وكان اول انترفيو اعمله مع هشام عفيفي. قبلها كان في انترفيو مع نور الهادي غالبا، بس هشام عفيفي معروف اكتر. بالظبط. فما عملت الانترفيو نزل، لا الدنيا بقى كانت كويسه. وبعد كده اختلف. عملت بقى مع يوسف الهادي اللي هو بتاع كجامي، وبعد كده عملت مع عمر طاهر، وعملت بقى مع كذا حد تاني. فحسيت انه لا، هي ميديستا المفروض تلاقي نفسها في الحته دي قوي. فبس دي قصه ميديستا بدات ازاي. تدرج بقى ميديستا كان واخد كده فاهم منحدرات او منحنيات، بس خلينا نروح لها وقتها يعني. واحده 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 واحده، بس ده كان الكيك اوف، دي البدايه. بالظبط. طيب السؤال تاني، انت ابتديت الفكره بتاعت ميديستا مم. بس عامه لما يعني اي حد بيشتغل على فكره هو حاسس ان ايه، والله هي يعني بتاعت وقتها مش جايبه دخل، او ساعات بنتحمس للفكره مم. وبنيجي بعد سنه سنتين او بلاش والله شهر شهرين تبص تلاقي اه الناس ايه بتهبط والله ده كانت حقيقي. فكره حلوه يعني. طب يعني ايه سبب الاستمراريه من وقتها؟ الناس مم. بتحب اروى وبتحب ميديستا والسوكسي عالي والكلام ده كله، بس اننا نكمل النهارده مثلا ل 23 24 يا رب دايما على ان طول. شاء الله. بس ايه سر الاستمراريه بقى في الحته دي؟ يعني انت كنت حاسه بايه او لاقيه ايه منها مخليكي لا مكمله؟ وعلى فكرة هو يعني عايزة اقولك انه مفيش حد بيقرر ان هو هيستمر هيروح للسنين قدام وهو يعني هو متخيل هو بيجرب. يعني انا دايما انا نصيرة التست، هتست ونشوف الدنيا رايحة فين. وبالعكس ميديستا طول الوقت ببقى عايزة، انا طول النهار صاحية، كل يوم بصحى من النوم
انا هقفل ميديستا كل يوم كل يوم، ده جديد. هوقف ميديستا، مش قادره. اللي بيخليني اكمل انه الناس، الامباكت بتاع اللي حاصل مع البني ادمين او الفيدباك بتاع الناس هو اللي طول الوقت بيخليني اكمل. يعني قبل الايفنت كان في كده تيرنينج بوينت في ميديستا، كانت الدنيا لخبطه وفيها حاجات كتير والتيم مش مستقر وفي مشاكل والكلام ده. فقررت ان انا، كان ساعتها في رمضان، مش فاكره، رمضان 22 تقريبا او 21 حاجه كده، 21 تقريبا، انا خلاص هوقف ميديستا. قعدت فتره الصراحه فعلا هاديه خالص، هوقف الدنيا ميديستا هاديه. وهبلغ التيم بعد ما رمضان يخلص ان ميديستا هتقف. ساعتها كانوا في البيت قالوا لي طب كملي لوحدك، ارجعي لوحدك، بس اللي اتعود ان خلاص يبقى في تيم مش هيرجع يعمل مش كل هيرجع حاجه تاني يشتغل لوحده. لوحده بالظبط. فقلت طيب خلاص يعني هوقفها. بعد كده يعني ميديستا اصلا كهدف هي مش مبنيه على هدف مادي، وده الغريب يعني. مش ان هو ميديستا هتتحول بعد كده تبقى كورسات مثلا انت ابتديت الفكره عن حب من البدايه، ان انا بس انا عندي كلام عايز اقوله. انا عندي علم عايزه ابلغه، علم ينتفع بيه، انا عايزه الناس تتعلم. واللي يمكن الثيري او الكونسبت بتاع ميديستا ان العلم مش حكر على حد. مظبوط. لانه انا مش ضد طبعا اماكن الكورسز، انا بدي كورسز اصلا، بس بشوف انه البني ادم اللي ممكن يكون ما عندوش الفرصه ان هو مثلا يجي من محافظه لمحافظه تانية يحضر في المكان ده الكورس، ما عندوش الامكانيه ان هو يسافر عشان يجي في مكان في القاهره، او امكانياته الماديه او ما امكانياته الماديه ما تساعدوش ان هو ياخد تساعدوش، كورس. او كل يعني في معوقات كتير او struggles كتير ممكن تعوق اي بني ادم ان هو ياخد معلومه. فهي المعلومه مش حكر، وخصوصا ان انا لما بدات ما كانش في حد بيساعدني. يعني انا كنت بجيب المعلومه بالطريقه الصعبه قوي، يعني اقعد بقى قدام كتب واجيب ارتكلز كتير واجيب من هنا ومن هنا، احس انه مش قادره، لا لازم اسهلها بقى على اللي بعدي، مش هينفع. ولازم مش بس اسهلها له، احببه فيها، يعني مش تبقى سهله وبس. دي اصلا ده التريجر اللي بيحركني طول الوقت. ان انا في كتاب اسمه داي امتي او موت فارغا، ان انت لما تموت يعني خلاص ربنا خلاص يقبض روحك وخلاص مش هتبقى ليك وجود تاني، لازم تكون مبلغ كل حاجه، انت فارغ من جوه. يعني لو عندك مشاعر خرجها، لو عندك مشاعر لحد معين قولها، لو عندك علم ما تخلوش مات معاك، اديت رسالتك. طلعه. لو عندك اي خبره، احساس ان انت تكون خفيف، دي جميله جدا. احساس ان انا لا انا مش واخد المعلومه لوحدي وكده، انا اصلا رزقي ده لو هو الرزق كده على ربنا. المعلومتين اللي انا عارفهم لو راح يمين ولا شمال لانه انا بقيت للاسف في ناس فاضي. بتعمل كده، تقول لك لا لازم السيكريت صوص يبقى معايا. اه مفيش سيكريت صوص، انت السيكريت صوص، مظبوط. مش الحاجه. مظبوط. ففكره ان انت تبلغ علم دي هو ده الهدف. ففكره ان ميديستا لو كانت شركه فهتقفل، لو كان مثلا مكان كورسز فهيقفل، لو ايجنسي هيقفل، لو بالظبط لو اي حاجه business. ماديه فهي للاسف اللي بيحركها حاجه ماديه، لانه الجول هدف مادي، انما البيربس الغرض ده هدف معنوي سامي. ففكره ان البني ادم يعيش لاهداف جولز حاجه حلوه، تمام هتكملك شويه، بس انك تعيش لبيربس او لهدف معنوي ده اللي بيحسسك بقيمتك بجد. مظبوط. مش لازم نعمل ميديستا، يعني مش لازم الناس تعمل ميديستا، بس لو انت عندك قط مثلا اكله، يعني اعتبر ده الهدف المعنوي اللي بيخليك تعيش. حلو مثال لو القطة، عندك يعني هنرجع له قدام، هنجي له قدام شويه. ففكرة الهدف المعنوي هو طول الوقت موجود، دي حاجة بتحرك أروى اللي شبهها. فميديستا كل يوم ببقى عايزة أوقفها، بس لما بلاقي حد يجي يبعت، وسبحان الله بتبقى دايما بتحصل، ببقى خلاص واخدة القرار، ليه حد بعت لي مسج من اوت اوف نو وير كده، بجد أنا عايزة أشكرك جدا وعايزة أشكر ميديستا، إن أنا السبب، انتوا السبب في إن أنا أشتغل في المكان الفلاني، لما حملت الكتاب مش عارفة اللي عمل إيه، انتوا السبب إن أنا أعمل بورتفوليو قوي، لأن أنا لما شاركت مش عارفة في التحدي بتاع إيه عملت، انتوا السبب ان انا اخرج بره الزون المتقوقعه دي لما رحت الايفنت وخرجت تلاقي بصداقات. نفع مستمر من القصه وقف مكمل خيري، عارف احساس ان انت بتعمل حاجه هي لله. خلاص دايمه. صحيح. فكل مره طب ايه اللي بيخليني، طب انا كده بتناقض، يعني انت هتقولي ان انت ما هو دي حاجه اللي هي عايزه توقفيها كل يوم، لانه الباك ستيج او الكواليس مش زي ما الناس فاكراها. المطبخ مليان معارك. مليان. وبعدين البني ادم اللي بيتعب عشان عارف ان الريورد في الاخر فلوس، فعلى الاقل هو هياخد فلوس. لكن مظبوط. احنا طول الوقت احنا في ديستا والتيم شغاله على اساس ان هو مش هياخد مليم، وفعلا التيم ما بياخدش فلوس، ولا انا بيدخل، يعني انا ميديستا بصرف عليها لحد امتى، لحد ما الايفنت بصرف عليها من جيبي شخصيا يعني. فيعني كل يعني فكره انه انت ما فيش حاجه بتحركك، اللي هو طب انت ايه اللي جبرك، ودي بسمعها كتير، اللي هو يعني بجد انت تعبانه ومضغوطه وطالع عينك وطول الوقت عماله بتحطي بلانز وتحطي افكار وتساعدي ناس ايه المستفاداه؟ فلما الناس اللي بتتكلم بالبوينت اوف فيو دي، النظره الماديه، بقعد اقول لهم انا مش مستفاده حاجه،
بس على الجانب الاخر انا ميديستا هي اللي قومتني، هي اللي خلتني اكتسب مهارات المانجمنت، هي اللي ربتني بجد. هي ميديستا، هي رغم ان انا بشوفها بنتي، بس هي اللي ربتني، هي اللي ربتني، هي اللي علمتني خبرات كتير، هي اللي يعني اعتقد يعني ان بجد من ساعه ميديستا وانا في كرم عظيم من ربنا ايا الحمد كان بقى. لله. ممكن مش لازم يبقى فرص شغل ومش عارفه ايفنتس وحاجات حلوه بتحصل لي وبوزيشننج، لا هو يكفي الستر. يعني في حاجات صحيح. انا ما كنتش اتخيل ان ممكن ازمات ممكن حاسه اطلع ان منها. المعروف مردود، يعني اللي بتقدميه اه خير ربنا بيرجعه حتى لك لو ما حاجه تانية. رجعلكش من نفس الشخص، فهو مم. الا وهيرجع حتى لو من شخص تاني. فحتى ان فكره ان ربنا يسترك او ينقذك من حاجه دي في حد ذاتها حاجه بشوفها ان ده الخير بقى، ده العائد بتاع ميديستا. ممكن يكون شويه بقى كلامي يبان كرنج بالنسبه لناس معينه، بس فعلا دي حاجه بتحركني يعني. لا، دي حاجه محترمه جدا بصراحه، يعني مم. يعني ما كان لله دام واتصل دايما، يعني دي القاعده الاساسيه حتى في بالظبط. حياتنا كلها. طيب، سؤال مهم بقى بخصوص الباك اوفيس، يعني مم. المطبخ وما يحدث في ميديستا بشكل عام. مم. ممكن تقول لنا بس اتقل موقف او اصعب موقف عدى عليكي في الباك اوفيس؟ في ميديستا اه، هي كل المواقف التقيله كانت حاصله ما قبل ايفنت صاحب الصنعه. ما قبل الايفنت. اه كان مش عارفه ممكن اذكره ولا لا، بس يعني حصل لي مشكله ماديه انه كان شبه هيتنصب عليا وانا بحضر الايفنت. طبعا كنت عماله بدفع من جيبي عشان الايفنت ده اه طبعا. يقوم يعني. وما كنتش عارفه اعمل ايه بقى، والايفنت كان فاضل له حاجه بسيطه ويبدا، ودي فلوس حاجه يعني، فلوس غالبا كانت برودكشن حاجه كده يعني. والموضوع بقى ما كنتش عايزه اكبره، يعني مش عايزه بقى اروح اعرف في البيت يا دوب بس عرفت انا والدتي اتضحك عليا. وماما وبتاع، لا كده كده عادي يعني. بس قصدي ان انا مش عايزه اكبر الموضوع ان هو يوصل لاخويا او بابايا عشان الموضوع يكبر او يجيب اه مشكله كبيره يا يعني. دوب بس قلت لاختي ومامتي. وبعدين رحت بقى مكلمه، كنت ساعتها في ايجنسي، وكلمت بقى الناس صحابي اللي هناك. طبعا كنت مش عايزه غير رجاله يعني مش هينفع الحقوني يا جدعان ونزلنا بقى وقعدنا مع الناس وبتاع شرفيه. الحمد لله الفلوس رجعت، مش كلها طبعا، بس يعني الحمد لله ان هي رجع منها حاجه. وقتها بقى كنت مقفوله جدا بقى، اللي هو لا مش عايزه اكمل الايفنت بقى. وكنا يعني كنا في اول ستيب بتاعه الايفنت، وكان الايفنت فاضل له حاجه بسيطه، كنا بادئين في شهر 1 الخطوات دي، والايفنت شهر 2. بالمناسبه انا يعني الصدفه القدريه الجميله انه النهارده 24، النهارده يوم الايفنت يوم اصلا. الايفنت اصلا، بالظبط، فاللي شفت هو ناس مشيره على صدفه غريبه وحلوه يعني، واحنا عمالين نظبط الميعاد اصلا على بقالنا قد ايه بقالنا فتره. وظبط. انا بعد ما قلت لك ان يوم السبت، بعد كده ببص في الكالندر لقيت ان هو يوم 24، قلت احنا ياه. بنتقابل 24 فبراير من كل سنه يعني كده. تقريبا. صح. فالمشكله دي بقى لما حصلت كانت يعتبر دي البيك. قبلها طبعا في حاجات كتير، بس لا يعني مشكله ومشاكل الايفنت كلها. هو فكره الايفنت اصلا مش حاجه سهله يعني. البني ادم اللي هو انا هعمل ايفنت، يا جماعه الموضوع مش سهل خالص ما كنت عايز اطلاقا. اسالك انت، يعني قلبك ميت قوي، يعني اللي هو انت يعني بتتكلمي في عمل خيري بحت، امم. واحنا على الفيس، طب ما هننزل ايفنت، طب هيجي لنا كام؟ طب امم. العدد اللي جاي، طب معانا تيكتس، طب الناس هترضى تيجي ولا ما تجيش، طب الضيوف، طب يعني قصة كبيرة قوي. ده اه اللي بيعمل قصه. عزومة في البيت بيبقى قلقان قلقان من اليوم بالظبط. والتنظيم. بس احنا قبلها السنه اللي قبلها يعني السنه اللي هي 22 كنا عاملين ميت اب صغير في مكان كووركينج سبيس صغنطوطه، حضر 40 شخص من ضمنهم التيم اساسا. تمام. كنا بنتست الدنيا، فلقينا الناس اتبسطت. وبعدين رحنا ايفنت، احنا كتيم كنا مدعوين يعني، كنا بارتنر او يعني كوميونيتي بارتنر في ايفنت تاني، وحضرنا. كان الايفنت ده خاص بالجرافيك ديزاينرز. وبعدين بلاقي في وسط الايفنت ناس بتيجي صناع محتوى حاضرين. اشمعنى بقى الجرافيك ديزاينرز ما عندهم ايفنت واحنا لا؟ بالظبط، اشمعنى؟ ما فعلا ما كانش حد وانا عمل بقى قبل كنت كده في ايفنت اليوم ده عماله اقول للكونتنت بجد طب رايتر. ليه ما حدش يعمل كده، وقاعده بقى متضايقه ان احنا ملناش كوميونتي، ومستنيه برضو فكره ان انا مستنيه حد يعمل. بعدين قعدت اقول كتير بجد ليه مفيش حد، مش قلت خلاص هو احنا اللي هنعمل، دي ستايل هتعمل الايفنت ده. طبعا بلغت التيم ان احنا نعمل ايفنت كبير زي ده بنفس بس الفوليوم. ما فيش اكسبيرينس سابقة في مفيش التنظيم ولا خالص البي ار ولا خالص الكلام ده كله. اطلاقا. حاجات بقى في الشغل خفيفه اللي هو من وانا ايام الجامعه وفي آه. ايفنتات وبتاع، بس حاجات. ويلا يا رجاله هنعمل ايفنت بقى. فلقيت التيم بانك كده، قالوا انت مش قلتي هنعمل واحد صغير تاني بعد كده نعمل الكبير؟ قلت لهم لا هو الكبير على طول. طب احنا ما عندناش وكل التيم بقى ايه يا اما طلبه وفي المجال بتاعهم اصلا اللي هم كانوا صناع محتوى هم جونيورز، يا اما متخرجين وكل حاجه بس يعني لسه ميد واحده ليفل واحده. في مجالنا، مش في الايفنتس، ما عندناش اي خبره في الايفنتس. وبعدين قلت لهم خلاص احنا هنعمل ايفنت، هنذاكر جامد قوي وهنحضر نفسنا جامد قوي وبعد كده ننطلق.
وبعدين واحنا بنحضر اكتشفنا ان الموضوع ما بيبهوأ، احنا المفروض نركز في موضوع التيكتس ولا نركز في موضوع السبونسرشيب بالظبط. ولا الاورجانيزيشن بتاع اليوم ولا. فقعدت اعمل شيتس كتير واحضر حاجات كتير مين بيعتذر ومين موافق انه يجي و... ومين. وبعدين بقى وقت يعني برضو الغلطه، بس مش غلطه لانه ما كانش حد في البدايه هيوافق يعمل ده معاك، وخصوصا لو هو شغال بي ار يعني. صحيح. في البدايه هو كان لازم يبقى فيه بي ار بيكلم السبيكرز وبيكلم السبونسرز، او يعني هو لو بي ار بيتواصل مع الناس دي كلها ويشيل هاسل ده، ما كانش فيه بقى، والتيم برضو مش ما عندوش سكيل او لسه ما يعرفش يعني هيعمل فكان ايه مين في بقى الوقت اللي اللي متصدر في وش المدفع؟ ايوه. اروى. بالظبط كده. فعماله بقى اتواصل مع السبونسرز، اللي يوافق واللي يرفض واللي يديني وقت وفولو اب. واصلا هي اكتر مرحله صعبه في اي حاجه في الشغل هي الفولوينج اب. يعني انت الطلعه الاولى تشتغل واتفقنا وخلصنا الميتنج ده سهل، الفولوينج اب هو اللي رخم، لانه انت مطالب انك كل يوم تفكر العميل بالحاجه اللي المفروض يعملها، كل يوم تفكر التيم بالحاجه اللي المفروض يخلصها. فالفولوينج اب كان رخم، لانه انت بتتعامل مع سبيكرز. هو بالمناسبه برضو ان السبيكرز اللي جم هم يعني بنسبه 95% اول مره يطلعوا على الستيج، مش صح. الناس اللي معروفه بتنزل في صح. الايفنتس لا وكده. يعني احمد العشري من الناس التقيله جدا كان في اول الكوبي يعني رايتنج، والراجل يعني اول مره الناس تقابله. في الايفنت. صح. لان انا فيس تو وقتها لما فيس كلمته انا بكلمه انا عارفه ان خلاص هيرفض، لانه من الواضح ان طالما ما طلعش قبل كده يبقى مش هيطلع بعد كده. مثلا. زي ما انا بعمل، اللي هو لو حد كلم، ما هو انتوا لما انا ما طلعتش قبل كده فمش هطلع بعد كده، بس اللي هي سبحان الله هي بيبقى قدر ونصيب. انا كلمته لقيته بيقول لي انا متحمس جدا ويلا دي بينا. علامه مارد. ايه ده، الله خير. علامة. وبعدين كنت بكلمه ان هو يبقى في بانل مع محمود عمر واحمد زهران، فقال لي لا خلاص انا هتواصل معاهم. وهو بقى شال حته، يعني هو شال يعني ربنا يكرمه شال من عليه حته ان هو يتواصل مع 2 تانيين، يعني فبينسق معاهم كل حاجه. في الاخر بس عملنا جروب، بعت لهم الاسئله اللي المفروض هنسالها في البانل وادوا الابروف عليها وكل حاجه تمام. بس ما بقيه السبيكرز بقى، انا كنت حاطه سبيكرز كتير جدا عايزه اوصل لهم، مش عارفه اوصل لحد. يعني في ناس كتير مش عارفه اوصل لهم. في بقى الناس اللي في نطاق الكوميونتي اللي انا فيه، او الناس اللي يعني النتورك اللي انا فيها، دول اللي ردوا عليا ودول اللي تمام ودول اللي وافقوا. في ناس ما كنتش اعرف ان انا ممكن اقابلهم، يعني مثلا احمد عطا، اتبسطت جدا من ان احمد عطا قال لي تعالي واستضافني في الايجنسي عنده، ورحت واتكلمت معاه وقعدنا يعني حتى يدوب، بس احنا خدنا في الايفنت كام دقيقه كذا كذا، طب تمام الميعاد امتى، طب خلاص وتعالي نفكر في التوبيك، واستقرينا وبقيت الكلام بنتكلم في حاجات عاديه. تمام جدا. فحسيت انه ايه ده، الله، يعني فكره انه انا مزنوقه ومسحوله ومش طايقه نفسي، بس فعلا الرحله حلوه. والمركب ماشيه. برضو المخرج مجدي كشك ما كنتش عارفه اتواصل معاه من اي اتجاه، وتواصلت مع زياد صاحب عناب استوديو، فقلت له انا محتاجه مخرج، لان انا كل المخرجين اللي كلمتهم، كل المخرجين اللي انا كلمتهم اعتذروا. ليه؟ عشان احنا كنا داخلين على رمضان، وكل اللي بقى اكلمه يقول لي والله انا اصلا بحضر للاعلانات مشغول ومعاه ومضغوطين معاه شغل. والسيزون، واحنا جايين في وقت كريتيكال جدا. صح. فكل اللي كلمتهم اعتذروا، لحد ما كلمت زياد ده قلت له انا محتاجه مخرج شاطر وفي نفس الوقت يحب يطلع في ايفنت. قال لي بصي في مجدي كشك شاطر جدا وبتاع، ووراني الاعلانات بتاعته، وفعلا راجل محترم وشاطر جدا. ازاي الراجل ده مش موجود على الساحه يعني؟ مع كده قال لي ما بيطلعش في ايفنتات. قلت له طب اديني فرصه اكلمه. كلمته، انبهر بالفكره جدا وقال لي انا معاكي، بس انا اول مره اطلع على الستيج. كلمه بقى انا اول مره اطلع على الستيج دي سمعتها من كله. كل معانا اتنين ساره تلاته. ابراهيم، فاوندر في موف ارت. قالت لي انا بخاف اطلع على الستيج، ما حدش يعرف اصلا ان انا صاحبه موف ارت. قلت لها انت الناس في الايفنت هتعرف بقى، احنا هنكشف فرصتك بقى الستار. عشان ايوه، بالظبط الناس هتعرفك. اكلم مش عارفه مين، يمكن عبد الرحمن سليم هو اللي بيطلع في ايفنتس، يعني هو بالظبط. كمان لكن جدع يعني تحس كده اول ما جاي كلمته جاي من اتحمس قلبه. جدا، وهو اصلا اللي كلم لي خالد الاحمد وقال لي انا قلت له، وهو قلت له بجد. طبعا خالد احمد مش موجود في مصر، صحيح. فدخل زوم ميتنج معانا، وهو راح قال لي عاديه حاتم برضو ممكن يجي. عاديه حاتم كان برضو اول مره تواجد ليه في ورك شوب. فحسيت انه اغلب الناس، وهديل اللي هي الفود ستايلست والفوتوغرافر اول مره تطلع على الستيج. لا يعني بجد نسبه كبيره. محمد مش فاكره، بحبه جدا، بتابعه على السوشيال ميديا، هو بيعمل محتوى كوميدي. محمد هيزعل مني، ماشي، انا بحبك وانت عارف. اول مره برضو يطلع على الستيج. كلمنا كذا حد بقى، في منهم اللي اعتذر انه مش عارفين نتواصل معاه، وفي اللي تمام وما عرفناش نظبط المواعيد، وفي اللي بره البلد ومش عارف. يعني عبد الرحمن سليم فضلنا اصل هو مسافر اصل هو راجع، طب نغير. احنا غيرنا الكالندر بتاعت اليوم كله على عبد الرحمن، عشان هو
يا اما راجع من السفر فجاي على التوك على طول، يا اما راجع قبلها بالليل. بعد ما ظبطنا رجعنا عدلنا تاني، وبعد ما بعتنا قلت لهم انا مش قادره. انت خلاص يعني. بس انا كان مهم عبد الرحمن يكون موجود، فكنت عادي اغير واعدل، ما عنديش مشكله. بس دي كده حاجه خفيفه انا بقولها. لكن مثلا فكره التيكتس، يعني التراك بتاع ان انت تحضر تيكتس وكناش بنعملها مثلا، مش داخلين مع ويب سايت او مكان معروف، لا احنا كنا بنعمل كل حاجه مانيوال. مانيوال ليه؟ لان احنا قاصدين ان التيكت تتبعت لك وعليها كود اه معينه وعلى عشان كده انا تنزلها على كنت السوشيال شايف ميديا، يعني جزء من الماركتنج او الادفرتايزنج او البروموشن يعني. لينا ان انت تعمل سكرين شوت للتيكت وتنزلها، فالناس تعرف ان الناس في تعرف ايفنت، الايفنت فتتحمس فتيجي على طول. فان هي تتبعت لك اوتوماتيكلي، فهتبقى كود واحده، واحنا عايزين نخلي كل واحد كود. فكان طبعا الموضوع العدد يزيد والكوتس تزيد امم طبعا خدنا قصاده ان كل ايميل لازم نبعته دايركت، ونكتب لك فورم معينه ونعملها، ونبعت لك كود، ونبعت لك اسمك، لان احنا بنحط اسمه وبنحط رقم عشان نقدر ان احنا نشوف الاكواد دي عندنا، ونقدر كان نحسب مين كام واحد كان جاي. يوم للتاريخ بالنسبه لك. كان حوار، يعني الحوار ده كان. وبرده لما دخلنا فكره الورك شوب، كانوا تو ورك شوبس بس. يعني كلمت عشري قلت له ينفع تبقى موجود بقى في ورك شوب؟ قال لي ما عنديش مشكله. بعد كده رحت مكلمه، كان ساعتها عبد الرحمن سليم، قال لي ان احنا ممكن نقدم ورك شوب. فكان كلمنا فاطمه ان هي تقدم الورك شوب بتاعه السوشيال ميديا، وخلاص هقفلها على كده، انا ما عنديش غير روم واحده. فلقيت بعديها محمود عمر بيبعت لي مش عايزين تقدموا ورك شوب عن الجروس؟ قلت له ايه؟ انت بتقولي اكيد مصلحه طبعا انا اللي احب بعده، جدا. اللي بعده ده فرحت قلت بقى هظبط المواعيد القاعه على ان هو لازم يكون محمود عمر موجود. بعد كده عبد الرحمن قال لي عادي موجود، قلت له طبعا يلا بينا. وبعدين الورك شوب الخامسه كانت بتاع الدكتور بسام، كانت ندى هي اللي كلمته، بالظبط. وبسطت ان هو وافق، يعني ان هو برضو كان اول ظهور ليه في بقى صديق شخصي على فكره من بعديها، وطلع جاري محترم كمان، جدا. وراجل حاجه جميله فلما جدا يعني. فالورك شوب بقى الناس وهي بتسجل خنقتنا، يعني انا اسفه بس هم بجد. خلاص قفلنا القاعه، قفلنا هي يا دوب 50 بني ادم. بنحط في شيت وقفلنا، نلاقي حد يجي طب بالله عليك اصل انا عايز، فيصعب علينا احنا بقى عايزين ناس تتعلم. طب خلاص معلش نزق، والتيم بقى بيمسك في خناقه، يا رب ما فيش مكان، مفيش مكان بالله عليك بالظبط. والله انا عايز فاكر يتعلم. ورشه احمد العشري، الاقي يعني الناس كانت كانت كتير. يعني ما كناش لاقيين احمد العشري يعني في انا الروم لسه نفسها. كان التيم احنا عاملين بقى بنفتكر النهارده في ذكريات الايفنت وبتاع، بقول لهم كل واحد يقول ذكرى، وبعتنا على الجروب وكده. فمن ضمن ذكريات عزه كانت بتقول ايه يا جماعه، أنا ذكرياتي في الايفنت ان انا دخلت انا وسما الورك شوب بتاعت احمد 10 الصبح، خرجنا منها بالليل، مش ما عارفين شفناش فين بنعمل بالظبط. الايفنت. بالظبط. الايفنت ف انتهى. على السوشيال ميديا كان في هاسل، وطبعا كل شركه سبونسر كانت عايزه التيم بتاعها يحضر ومش عارفه ايه، صحيح. والاولويه مش عارفه لمين لحد ما لقينا الموضوع كبر. وبعد كده قلنا خلاص ظبطنا ولككناها، جينا يوم الايفنت الناس بتتخانق بقى. ودي اكتر حته كانت الاورجنايزيشن فيها مش احسن حاجه، الناس عايزه تدخل بالعافيه. طب انت طبيعي يعني، اسمك مش كان في مكتوب، عدد كبير وكل واحد انا جاي ليه مخصوص طلبات. ماليش دعوه، انا عايزه ادخل الورك شوب دي، انا عايزه احضر لمحمود عمر، انا عايزه احضر مش عارفه عادي اللي هو عايزه احضر دكتور بسام. اسمك مش مكتوب. طيب حصل. حصل. وطبعا الناس مش والناس هتزعل والناس، بس تتخانق وبتاع. اوفر اول ما حدش بيزعل بصراحه يعني. اه اليوم كله يعني لحد لما خلص، لا كانت يعني مم. اللي انا شفته لا، كان يعني الموضوع كان ويل ده بقى ما اورجنايزد كانش ظاهر بشكل لي ان كبير انا جدا كنت بقى يعني. جوه الايفنت، انا مش شايفه غير كوارث. انت قاعده لانه يعني برضو الناس بتقعد تقولي ما تقوليش كده ان الايفنت كان حلو، بس هو عشان اللي انا كنت ببلان ليه ما كانش هو ده. انت عايزه انت عايزه ال 100% يحصل بشكل معين لا بطريقه مش عايزه معينه. 100% والله، انا بس اه عايزه الحاجات اللي انا عايزاها تتعمل بس. فظهر فكره للناس طبعا. ان اليوم جميل، بس ظاهر لي انا انه لا احنا ما عملناش كذا وما خدناش بالنا من كذا وما حطيناش في اعتبارنا كذا، والمواعيد فيها لاج ومش عارفه ايه، ومشاكل في الكهرباء. وحتى لو يعني محمد سالم كان يقول لك ان احنا كان في مشكله في الصوت والكهرباء والمشترك، وانا قاعده عماله بعمل بيقول لي طب يا قولي قومي من على الارض، ما ينفعش كده، انت لابسه سكيرت. قلت له مش مهم، المهم مش كانت تتحل. بالظبط خلصوا لي المشكله. ومشكله مع السبونسر الفلاني وده مش عارفه مين. واصلا فكره السبونسرز هي هاسل كبير جدا، يعني حتى البي ار اللي كان معايا ما سعفنيش باي شكل من الاشكال، بالعكس كنت حاسه ان هو انت بتلود عليا، انت بتعمل لي مشاكل فوق المشاكل. انت فالموضوع طالع كان. من انت طالع من اليوم ده خلاص يعني، لا يعني انا اصلا في الايفنت ده يعني الناس فعلا زي ما ما انت بعت لي، فبقول انا عماله فضلت سايبه المسج يوم كامل عماله بفتكر انا شفتك فين. انا خدت بالك يعني. ده انا اللي بسلم عليك يعني يوميها، اللي هو مش شايفه قدامك، اللي هو اروى انت ازيك انا عامله عيني في ايه، اللي حته هو في مفيش حته خالص. تانية. وبعدين الناس لقيتها بتبعت لي بعد الايفنت صوري معاها، انا صورت مع صورت مع البنت دي، اه احنا شفنا بعض اصلا. ما شفنا مين دول بقى. اللي ومع اتصورت اني معاهم. فاكره برضو ناس معينه، يعني انا برضو اصدقائي جم قالوا لي يا روح احنا جينا وصورنا معاكي.
وانا داخله لهم بعد ازاي ما تجوش يا بنتي جينا ما هو يقولوا لها الصور فاهم كنت ضربت الشهرة بقى خلاص. لا مش شهرة بس هو برضو الغلطه اللي كانت حاصله في الايفنت ان المفروض انه المشاكل ما تجيليش بالظبط، يعني خلاص في عدد حد الاورجنايزرز كان يorganize. كبير بالظبط. بس هي برضو كانت فيها غلطات مش عايزه الوم فيها حد بس للاسف كانت مشكله بي ار والليله دي انه الشخص اختفى بس هم المفروض فمش عارفين capacity. يرجعوا لمين فبيرجعوا بالظبط الاروى بالظبط، ما هو اي حاجه رمضان السكري اي حاجه لدرجه يعني عارف اقول لك المشكله واصله فين ان في واحد ما خدش ريد بول من الاورجنايزرز يقولوا انا ما خدتش ريد بول فانا بقى سبت الايفنت كله بحاول ادور بقى على أكلت بتوع ريد شوز. بول عشان اخد قلت له واحده وديتها له قال لي ايه ده بجد انا كنت بهزر معاكي لو انا عايزه بتهزر معاه مش وقتك. لا يعني مش بيهزر هو بيتكلم بجد بس اللي هو مش لدرجه ان مش انت خدتي لدرجه ان الموضوع انت سيريس كده بالظبط الدرجه ديت. فلا كانت ابتدى الايفنت انا اصلا كنت حاسه ان الايفنت كانت فيه مشاكل لحد ما بدات البانل خلاص لان الناس بتتصور الناس مبسوطه قوي بفكره ان الكاميرا اللي بتصورهم وتطلع فوري وياخدوها في ايديهم دي كانت والتوكس شغاله مش عدد كبير حاضر وانا عايزه الناس تحضر طبعا يعني انا كنتش عارفه بقى وقتها مين على الستيج بس فكره ان الناس رايحه مش بقلل من على الستيج لان في الاول وفي الاخر اللي جاي على الستيج ده هو اصلا ما جاش على الستيج لان هو حد كبير جدا خبره ومقاما وكل الكلام ده بس الناس بتيجي عشان تانترتين بالظبط فكره اتعلمت يعني انا عايزه التوك خلاص بقى انا عايزه اتصور عايزه اوثق اللحظه فكانت الغلطه في ان احنا مش خليني الاتنين شغالين مع بعض وقت البانل رحت مديه اوردر للراجل بتاع اللي هم المسؤولين عن الكاميرا اللي هم كان اسمهم سمايل بوث ده السبونسر بتاع الميديا اللي بيصور فوتوغرافي بيصور قصدي اللي هو فوريه صور فوريه فقلت له بعد اذنك انا محتاجه الكاميرا تقف في وقت الجزء الثاني من الايفنت فبيقول لي لا اصلا مش هينفع قلت له انا صاحبه الايفنت قال لي ايه ده بجد مش باين عليا يعني مش باين عليا ان انا صاحبه مش باين عليا كان فاهم مش باين عليا خالص من كتر ما انا متبهدله يعني خالص فقال لي طيب خلاص تمام مفيش مشكله ابتدى بقى الايفنت لا التوكس تتملي يعني اللي هي البانل بقى والتوك العدد كان فل الكراسي كلها كانت فل والورك شوب شغاله فوق وكل حاجه كانت زي ما انا عايزه لدرجه بعد ما الايفنت خلص حسيت انه انا مبسوطه كده دلوقتي لكن ما قبل البريك كان في حرب دايره لانه انت بتتابع مع سبونسر بتتابع مع مش عارفه اورجنايزرز وبتتابع مع سبيكرز والسبيكر كل ما سبيكر يجي يقول فين اروى فانا قاعده بحل مشكله اروى بيندوا عليكي مش عارفه مين جاي عايز يسلم عليكي ومين ثواني هخلص هنا واجي بعد ما خلص الايفنت قلت لهم طب يا جماعه انا عايزه احضر الايفنت معاكم بقى يعني انتوا استمتعتوا يعني التيم عمال لي اروى خدتي بالك من كذا لا فين بحل مشاكل في الحته طب ما شفتيش لما مش عارفه ايه قال كذا ازاي بس انا بقى الحاجه اللي انا انبسطت ان هي حصلت وسالم بجد ساعدني فيها شكرا ليه هو والتيم بتاعه ان هم صوروا كل حاجه يعني صوروا التوكس كلها ورفعناها على السوشيال ميديا وصوروا الورك شوب كلها وصوروا البانل كلها حتى نزلت لايف في نفس اللحظه اون سبوت يعني وبعد ما نزلناها على السوشيال ميديا الناس اصلا حست انه ايه ده هو في حد بيعمل كده هو طب انتوا كده مش هتخلوا الناس السنه الجايه تحضر لان هم ضامنين فكره انه كده كده هتنزل على السوشيال ميديا انا مش عايزاك تحضر عشان تحضر توك انا عايزاك تعيش الاكسبيرينس بالظبط تاخد الاكسبيرينس عمري ما هنقلها لك في فيديو انت كده لو انت انبسطت الاكسبيرينس كانت حلوه انت هتحب هتجيب السنه تعيدها. الجايه واللي بعديها ودي الفكره اصلا اللي الناس ما بتاخدش بالها منها في معتقدات انه اي براند في الدنيا واي منتج في الدنيا بيتباع يعني الناس مش بتشتري المنتج الملموس ولا الخدمه اللي تاخد اكسبيرينس كامله بتاخد الاكسبيرينس تاخد الحاله فالحاله انا عمري ما هنقلها لك في فيديو لكن عايز تتعلم انت هدفك تتعلم ادي التوك وده الاساسي صح. ودي فكره ان انا برضو مش عايزه اناقض فكره ميديستا ان العلم مش حكر ان اللي دفع التيكت عرف يحضر لكن اللي ما دفعش ما حضرش لا هي كلها اترفعت بس انت دفعت عشان تيجي تحضر يوم متكامل اللي هو من بعدها ميديستا اتحولت بقت من مجرد بلاتفورم لكوميونتي لان الناس الفيدباك بعدها كان غريب يعني غريب لدرجه ان احنا علينا حمل كبير يعني السنه الجايه هنعمل ايه بقى اللي خلانا ما نعملش ايفنت السنه دي شهر 2 ايه ان احنا مش هينفع يبقى ايفنت او مش هينفع يبقى صاحب الصنعه تاني نفس الفكره وتوكس وبانلز وورك شوب لا ما ينفعش لازم افكار لازم تبقى فكره فيها انوفيشن او ما اعرفش بس فكره لازم نعلي على نفسنا لازم يكون في جديد عشان ما يبقاش فيه يعني الريتم لان انا وقتها كان في ايفنت حظنا برضو يعني من كتر العرقلات اللي حصلت ان في اليوم ده نفس اليوم بتاعنا كان في ايفنت مشهور جدا اسمه ايجيبت كارير صامت حاجه كده زي كان في وفي ناس في نفس اليوم فالناس عارفه دي ناس خبره في الايفنتات وبتعمل ايفنت بقالها كتير او ايفنتس بقالها كتير فايه اللي يخليهم يحضروا ايفنت لسه بيجربوا صاحب الصنعه ومش عارفه ايه فساعتها كان مين اللي كلمني كان عشري بيقول لي بيقول لي انا عارف ان انت مستاءه جدا حجم استياك زاد زياده لما لقيت ان في ايفنت تاني حضر في يعني بقى موجود في نفس اليوم وايفنت مشهور يعني قلت له لا مش مستاءه خالص
فقلت له لا بالعكس، انا عايزه اخد التحدي ده، عايزه اشوفه لاخره، وانا في حاجه في دماغي كده عايزه اتاكد من صحتها ولا لا. واتاكدت بعد الايفنت. هي فكره ايه؟ ان الناس بتحب ترضي الفضول بتاعها. اللي هو بيروحوا ايه اللي هيحصل اللي بيروحوا ايجيبت كارير سامت كل سنه بيحصل. تمام، وهيحصل السنه الجايه، فتمام يعني لكن واللي فاتني الناس السنه دي مش بتحب هيفوتني السنه الجايه. تساتسفاي الفضول، انا كيريس، انا عايز اشوف بقى الناس دي هتعمل ايه اول مره. مم. وعشان كده الايفنت نجح. يعني احنا اللي برضو الغريب ان احنا ما عملناش ولا اد على السوشيال ميديا، ما دفعناش فلوس نجيب بيهم كان وورد اوف ماوث عن طريق الكوتس حتى بتاعت التيكتس، والسوشيال كانت ميديا لذيذه جدا كونتنت اللي يعني بننزله بصراحه. عادي. ورغم ان برضه احنا اصلا البيج بتاعتنا معمول لها ريستريكشن من فيسبوك وممنوعين نعمل ادز. حتى لما عملنا بيج تانية سميناها صاحب الصنعه، قدر يتراك ده من اول اد اشتغل يوم، راح موقفها لنا برضه. فاعتمدنا على الاورجانيك، واللي هو يا رب سترك. احنا يوم الايفنت اصلا ما كناش عايزين ندخل ناس معينه عشان العدد مش قادرين. مم. وانا كنت طول الايفنت شايله هم ان مش هيحضر العدد اللي انا متخيلاه. فكره القط البربلاوي بقى، اللي هو القطه نفسها، يعني اللي هو هي جت منين راحت فين. وبعدين حتى اللي متابع ميديستا عارف حكايه الكاركتر بتاع القط نفسه. مم. وانه يتعمل له ديفلوبمنت بتاع ان لا ده مش بس ديزاين ولا بوست، والثيم بتاع القطط اللي دايما موجود في ميديستا، اه اكيد في ربط يعني. ما اعرفش، والله ربط غريب حتى كان في يعني. مثال بتقولي برضه قط، يعني كان في برضه مثال خاص بالقطط قلتيه برضه في الحلقه. ايه الحكايه؟ عشان انا عندي قطتين، بو لالا، بو القط ولالا القطة. وشخصية بربلاوي طلعت من بو قط لونه رمادي او جراي كده في ابيض. هو كوميدي جدا يعني، دمه خفيف. يعني هو تقريبا موجود من 2019، يعني بقاله 6 سنين 5 خمس سنين. سنين مثلا. داخل في السنة السادسة موجود مم. معانا. يعني احنا خدناه تبنيناه وهو عنده شهرين مثلا وشوية، هو ولالا. وكان معاه قطتين تاني بس طلعنا الاتنين تانيين تبني وسيبنا الاتنين دول. فابوه كاركتر، هو حد يحسسك ان هو صاحب البيت، اللي هو انتوا عايشين في الشقة بتاعتي انتوا عايشين في عايشين في مملكتي. املاكي. ودايما عايز ياكل وعايز يلعب. هو كاركتر مضحك بيضحك. يعني بقعد انا شخص اوبزرفر، بحب الاحظ كده لالا ليدي في نفسها، انما هو لا، هو كاركتر. وبعدين جيت بقى في ميديستا، كان فاكره في العيد وانا عايزه انزل كوميكس كده، انه العيد والديدلاين والحاجات دي. فكنتش عارفه انزلها في ايه شكل ايه، وانا بديزاين شويه بس على خفيف يعني. ساعتها كنت معايا الموبايل ومعايا ابلكيشن كده اسمه مصمم العربي، حلو جدا، حد عايز يستخدمه، الفونت اللي فيه العربي جميل. وبعدين دخلت على بنترست، فبسيرش كده فجأة ظهر قدامي عمالة بقى عملت سيرش على كاتس. قلت انا هحاول اشوف ان يبقى فيه قط هو اللي بيتكلم باسم فيديستا، يبقى شبه بو. فلقيت قطط كتير نفس اللون، فابتديت احمل، والوان تانية ابيض وبتاع مش عارفه ايه. كنت الاول مش واخده بالي ان المفروض يبقى نفس اللون، بس حملت قطط كتير شكلها كوميدي وكتبت عليها المحتوى ده ونزل. وساعتها المحتوى جاب تفاعل والناس قعدت تضحك وتهزر. واللي ضحكهم اكتر فكره ان الصوره اللي انا بكتب عليها الكلام نفس رياكشن القط. وبعدين الناس اتبسطت، واحنا منزلين بوست تاني الناس اتبسطت، حتى التيم اتفاجئ. يعني التيم ما يعرفش ان احنا في حاجه كده بعملها كده لما بصحى بالظبط، ارتجاليه وفي انا نفس الوقت انت انا بتجي عايزه يعني اعمل كده دلوقتي. هي دي بتاعت لحظتها. بيتفاجئوا بقى على السوشيال ميديا، فاتفاجئوا قالوا لي بجد فكرته حلوه. قعدنا نهزر ونضحك وبتاع مش عارفه ايه. بعد كده احنا منزلين كذا فكره يعني للقط ده، وحاجات كلها كوميديه، فالناس بقت بتنجيج معاه لحد ما لقيناهم ارتبطوا بفكره القط ده. فقلت لهم احنا محتاجين نخلي المين كاركتر بتاع ميديستا هو قط ولد رمادي، وممكن يبقى في حته بيربل كده عشان مش عارفه يبقى الايدنتيتي، وعايزين له اسم. قعدنا نفكر كتير على الجروب ما لقيناش. قلت لهم يا جماعه احنا ليه بنفكر، ما نخلي التيم، نخلي الجمهور يشارك معانا. فقالوا لي ماشي. فنزلنا بوست، لو انت حبيت القط بتاعنا قول لنا ممكن نسميه ايه، الاسم افضل اسم او اكتر اسم هيجي عليه تفاعل هو ده يبقى الاسم الرسمي بتاعنا القط بتاعنا. جه بقى اسامي كتير والله، كانت كلها كريتيف جدا. بس جت بنت انا مش فاكره اسمها بجد، انا اسفه، بس هي بنت شاطره قوي، كتبت سموه بربلاوي. علقت. انا وقفت قدامها كده، ولقيت بقى انا في نفس الوقت وانا واقفه قدام الكومنت ده التيم عمال بيبعت سكرين، بصوا الاسم ده بصوا الاسم. كلنا وقعنا في غرام الاسم، ان هو جاي من ببلاوي، بس بربلاوي عشان بربلاوي لوننا بس بيربل واحنا عالم البربل. هو ده خلاص بربلاوي. فابتدت بقى الناس يا جماعه هو فين بربلاوي فبقينا نعمل له قصص بقى، خلاص في حكاوي كاركتر. بالظبط كده، في كاركتر. وجينا كاركتر يوم بقت الناس الايفنت مرتبطه بيه. عمالين بقى بنحضر في ديزاينز ودايركشنز، ومش هاملين فكره ان يبقى فين القط بتاعنا، فين بربلاوي. كنت مكلمه السقا، محمد السقا هو اللي كان مسؤول عن الريبراندنج او البراندنج بتاع، قصدي صاحب الصنعه.
قلت له احنا عايزين نعمل بربلاوي يبقى باك دروب كبير نحط عليه، يبقى ظاهر قدام الناس تصور جنبه. ما اعرفش هو غاب ورجع بالكاركتر اللي كان موجود في الباك دروب ده، ما عدلتش تعديل واحد، يعني هو يستغرب ان انا دايما بعدل عليه. قلت بس له هو اتحط انا زي ما هو، في حاجات كده بتبقى ام ان يعني لاف، خلاص انا حبيت بالظبط، بتطلع خلاص ما فيهاش. يعتمد. وبعدين رحنا عملنا بقى فيديو، ساعتها كان في اتش ار محمد امام، كنت شغاله في ايجنسي محمد امام ربنا يمسيه بالخير، لقيته بيكلمني بيقول لي هو انت مش هتحكي قصه ميديستا؟ قلت له ما احنا نزلناها قبل كده على البيج. قال لي لا لازم تتعرض على في يوم الايفنت، انت مش هتلاقي فرصه ان الناس تتجمع كده كلها مع بعض صحيح. في مكان واحد ومش هتعرفي تجمعيهم تاني، فلازم تعملي زي فيديو بيحكي القصه. فقعدت بقى، هو بقى كان فكره، هو عشان اكاونتنت واتش ار فعمال بيقول لي جيبي هيستوري وصور وحطيها. قلت له احنا مش كده، احنا صناع محتوى. رحت فكرت انه لا خلاص نعمل بقى فيديو موشن وفيديو فكره النقله ديت اللي هو الفيجوال نفسه، انت الناس واخده على الديزاين بتاع القط وبتاع اه. والناس حباه، طب هو طلع بقى ليه صوت وصوره ابتدى يتحرك. محمد عبد الجواد هو فدي الفويس في اوفر ناس دايما. والكاتب سكريبت محمد رضا، اه فهم بالظبط. خدوا واللي رسم لينا والمشكا استوديو هم اللي عملوا الفيديو كله، اللي هو معتصم يعني كان هو المسؤول عن الموشن. فهم عملوا فيديو نزل وقتها، ما كانش راضي يشتغل برضه. انا حد فاكر انه انت كنت اخد جاي دقيقه كده اللي هو في مش ايه، راضي. ما هو كان شغال. مم. بس لما اشتغل الناس كلها بقى بعد ما احنا نزلناه تاني يوم على البيج قعد يقول لك دي احلى فيديو اتعرض في اليوم، لانه احنا الناس حبت تسمع صوت. واحنا دلوقتي بقينا ملتزمين ان لازم صوت بربلاوي يبقى نفس صوت عبد الجواد، ان هو نفس الطبقه دي. دلوقتي احنا بنعمل بنديفلوب الكاركتر بما اننا عملنا ريبراندنج اصلا، فبنرسم بقى الكاركتر ببوزيشنز مختلفه لينا برضو، لينا طارق هي المسؤوله عن الموضوع ده بما انها ستوري بورد ارتست، فترسم لنا الكاركتر بكذا شخصيه عشان يبقى هو ما نجيبش بقى صور من بره، لا هو في كاركتر دي بتاعتنا ديزاين، دي ويل ديزايند بقى خلاص، ده كل بتاعنا. حاجه، عشان خلاص بربلاوي الناس اتعلقت بيه ومستنياه ونقدر بقى نتكلم باسمه طول الوقت يعني. طب في مشروع مثلا يتعمل زي الستوري تيلينج ارت مثلا اللي بيطلع زي زغاليل والكلام ده كله، هو كاركتر برضه. بص هو دايما في مشاريع، بس هي الفكرة ان صناعة المحتوى حلوة بس بمجهود، بتاخد مجهود يعني في وقت يعني. بتبقى محتاجة اولا بص احنا مش بنعطل في كتابة المحتوى، ولكن بنعطل في البرودكشن، الانتاج التنفيذ نفسه. والمونتاج فاحنا التيم مثلا عندنا، يعني عندنا محمد ماهر هو انيميتور وبيحاول يدوس شوية في الحتة بتاعة المونتاج، بس مش اللي هو في المونتاج لسه بيتعلم. هو لسه فكرة ان احنا نعمل بقى برودكشن كامل لبرنامج احنا نتمنى، بس عارف اللي هو هتبقى محتاجة ان يبقى في استوديو معانا. يعني مثلا الاستوديو اللي انا بحب اشتغل معاهم هم عناب استوديو ومشكاه طبعا، بس مشكاه في الفيوم وعناب في اسكندرية، يعني هو احنا عمرنا ما هنتلاقى. فبقعد اقول لاي حد فيهم لو انتوا موجودين هنا في القاهرة احنا هنبقى في حتة تانية، يعني عشان هنعمل بقى محتوى مرئي زي فعلا زغاليل او زحالب او الحاجات اللي هي معروفة دي. بس طبعا هيبقى حلو لان الناس خلاص شافت بربلاوي بيتحرك فعايزاه طول الوقت بيتحرك. طيب قرب من وجهة نظرك، شايفة اللي عايز يخش عالم كتابة المحتوى مم. يتعلم ايه او يبتديها منين؟ يخش يبتدي المجال ده ازاي؟ السؤال ده يعني ايفر جرين. اتهرس جدا او اه بيجيلي كتير جدا، بس هي الناس لو عندها اصلا مهارات القراءة ان هي بتحب تقرا وتكتب، يعني دايما بقول اللي عايز يتعلم محتوى يقرا كتير، بس اللي عايز يتعلمه قوي يكتب اكتر، يعني الكتابة ذات نفسها هي اصلا عضلة عاملة زي اي مصل في جسمك، عايز بتنزل تورك اوت في الجيم او تعمل ايا كان الاكسرسايز بتاعك، فبرضو الكتابة هي عضلة مخ انك بتطلع افكار، وعضلة ايد بتكتب يعني. صحيح. فاللي بيكتب كتير ده مش عارف يكتب كتير إلا لما يكون قرا كتير، بس هي الكتابة اكتر، لانه يعني انا جيت في فترات كده، ودي برضو حاجة بتساعد فكرة ان الشخص يتخلص من الكرياتيف بلوك والحاجات دي، انه انت ممكن تكتب في اي حاجة وكل حاجة بس بشكل مستمر في كونسيستنسي، يعني اتساق كده في طول في الوقت. حد يقول لك انا بكتب بس انا والله انا ايه يعني، شايف ان انا يعني دون المستوى، او انا مش احسن حاجة، او ما هو لسه بدري عليا. ما هو انت لحد ما انت هتبقى جامد جدا هتشوف نفسك دون المستوى. عادة البني ادم ما بيقدرش يشوف نفسه جامد الا الناس اللي هي نرجسية والحاجات دي، بس قصدي ان في المطلق هتحس انه بجد حلو، انا حاسس انه مش حلو. فعشان كده ما يبقاش صوتك انت الداخلي هو اللي بيحكم يعني. بحب انه حتى بابا بنصح اي حد بيكتب انك بعد ما تخلص، لو انت في شركة اكيد عندك مانجر او ليدر هو اللي مظبوط. يراجع. لو انت بتثق في حد من صحابك دايرة علاقاتك، بعد ما تخلص كتابة وريها لحد، ما تحكمش، ما تبقاش انت الجادج والمتهم، يعني ما تبقاش انت الحاكم والمحكوم، يعني خليك انت في وضع واحد بس، صحيح. وخلي حد تاني هو اللي يحكم على اللي انت يحكم عليك بتكتبه. بالظبط. ففكرة ان انت تكتب بشكل مستمر طول الوقت دي حاجة مهمة. انا جيت في فترة
من كام سنة قررت ان انا هكتب كل يوم لمدة 6 شهور في اي حاجة، كل حاجة خاطر، حاجات كده جت في تفكيري، موقف شفته فحبيت اكتبه، ثوتس معينة، بكل يعني بكل الحاجة اللغات اللي انا اقدر اكتب بيها، يعني عربي وانجليش وعمي ومش عارفة ايه. فبكتب بأي طريقة وبكل طريقة، ومش لازم اكتب في التوبيك اللي انا بكتب فيه، بس فكرة انك تكتب تسترسل، هي الطلعة الاولى هي بتبقى الرخمة، لكن لما صحيح. بتسترسل خلاص فعلا ما بتلاقيش حد يوقفك. عشان كده احنا بنشارك في كل سنة في تحدي ديس رايتر، اللي بيخلي الناس اصلا تخرج بره عقدة ان انا قاعد قدام طول الوقت الورقة مش عارفة اكتب ايه. بالظبط، مش عارف اكتب ايه، اجرب امشي ايدي واجرب. فهي اصلا هو تمرين رخم، رغم ان يعني في ناس، في واحد والله كتب سنة كاملة، كاتب مشهور يعني. بس قصدي انه انا ما قدرتش اعمل السنه كامله دي عشان عندي التزامات تانية كده، وعندي التزامات بس هو اشطر مني يعني. بس قصدي ان انا قعدت 6 شهور كل يوم معايا نوت بوك كده بكتب فيها، لو حد فتحها يحس انه يا انت بتتكلمي عن العصفوره اللي شفتيها. انا عايزه انا اكتب عايز بس. اكتب، انا عايز اكتب. ده بقى من بعدها وانا لا يعني الفلو نفسه مختلف، الافكار مختلفه. وبعدين اللي بيكتب ده لازم يحوط نفسه بالناس اللي بتكتب. يعني لو انت مع رسامين فغصب عنك هتحس ان انت، لو انت مش رسام طب همشي ايدي تمسك ورقه هجرب. كده عايز تقلده. مم. ولو انت مع مصورين طب ممكن اخد الكاميرا منك اصور. طب لو انت بقى مع كتاب وناس طول الوقت بتحب تكتب وانت اصلا عندك النو هاو، يعني مش كمان انت فروم سكراتش مش عارف حاجه، لا انت عندك نو هاو بس محتاج حد يشجعك. فلازم تتحوط نفسك برضو بالكوميونيتيز اللي موجود فيها صناع المحتوى او الكونتنت رايترز او الناس اللي بتحب تكتب طول الوقت. فلو انت حوطت نفسك بيهم هتلاقي انه ده بيشجعك تكتب وده بيعمل وده، فده هيساعدك. لكن ما تحكمش، ما تبقاش انت شخص الحاكم والمحكوم في نفسه، انت اللي كتبت وانت اللي بتحكم على كتابتك، لانك هتبقى حكمك ظالم، يعني مش احسن حاجه. طب في ناس تقول لك ايه، انا والله لازم يكون في يعني فايبس او شكل معين او وقت معين اكتب فيه، ده لازم. بحس ان دي خرافات يعني، اه. مش عارفه. بس يعني انا عمري ما تخيلت ان انا لازم ابقى حاطه قاعده مشغله مشغله مزيكا فيروز معينه وقاعده. والقهوه بالظبط، اه بالظبط. والصوت العصافير في الباك جراوند المكتب شكله. ممكن ابقى ماسكه الموبايل عادي نايمه على السرير وقررت هكتب. نهاية نفس فكرة انك ما تهيأش الفرصة عشان تبدأ، يعني ابدأ وهي الفرصة تتهيأ لوحدها. صحيح. فاللي بيتحجج بفكرة انه لازم يبقى جو معين، هو نفس الشخص اللي كان في وقت المذاكرة والامتحانات ان هو معلش انا لازم اظبط المكتب بتاعي لازم بالظبط، بالمذاكر، انا افضل ارتب في المكتب ونقعد نرتب 5000 لحد ما مره نجيلنا عشان. النوم وندخل ننام. فلا يعني فكرة ان انت تتحجج بظروف، هو عاملة زي البني ادم الرسام، يبقى كل حاجة عشوائية حواليه بس هو انا بس في عالم هو لوحدي بالظبط برسم، منفصل عن العالم، انا برسم، مش انا محتاجة بجرب. اتهيأ يعني. بالظبط. طيب، اخر سؤال لينا، مش هيبقى سؤال المره دي، هيبقى بقى منك يعني للكاميرا، النصايح اللي تحب تقوليها للناس اللي عايزه تبتدي في المجال، وتحكي لنا عن النكست ستيب بتاعه ميديستا. اوكي، مش نصايح الناس اللي عايز تبدأ في مجال صناعة المحتوى او اي مجال عموما، حاول ما تستعجلش النتائج، لانه عادة يعني لما بيكون الشخص باصص او حاطط عينه على حاجة معينة او شخص معين او شايفه رول موديل، فهو الشخص ده ما اتولدش وصل للحتة دي، هو برضو خد ستيبس كتير او سنين كتير ومواقف كتير. فانا عارفة الناس اللي لسه بتبدأ غالبا بيبقوا لسه فريش جراد او الناس لسه متخرجة انتري ليفل، فمستعجل ان انا عايزة ابقى جامد زي البني ادم ده، فهو ما وصلش بسرعة. هو مستعجلش النتائج، دي رقم واحد. تاني حاجة ابدأ لما تحس انه كل حاجة بايظة، يعني مش العكس، مش لما تبقى كل حاجة متحنتفة هبدأ، لا، وانس ان لما تبقى كل حاجة بايظة ابدأ، ودي هتبقى اصلا افضل انطلاقة ليك، لان هيبقى فيها ستوري بعد كده. مش يعني عمر ما الستوري هتبقى مغرية لما تطلع تقول والله كانت كل الظروف حواليا تمام رحت بقيت يوتيوبر شاطر. لا، ده انا لما حصل كذا وكان في كوارث وفي احداث ورغم كل ده انا بدأت. مين المغري اكتر؟ فابدأ لما تحس ان كل حاجة بايظة. تالت حاجة، حاوط نفسك دايما مش هقولك الصحبة اللي تساعدك انك تاخدك قدام، بس الناس اللي شبهك في الكتاب، يعني كوميونيتيز الناس اللي بتكتب صناع المحتوى. حاوط نفسك حتى لو انت مش بتنزل من بيتك، لو انت مثلا في محافظة معينة او مش بسهولة تنزل، حاوط نفسك على الاقل اونلاين، تابع مع الناس دي في جروبس، تابع المنصات اللي بتحاول تخليك افضل او تطور من المجال بتاعك. واخيرا خليك يعني بي اونست وانت بتكتب، او خليك شخص حقيقي، لانه عادة دي نصيحة كمان بديها للناس اللي بتبقى عايزة تتطور من الحتة بتاعة البيرسونال براندنج بتاعها، انا ازاي ابقى ابوزيشن نفسي في الحتة القوية دي، واقعد ازاي وانا واتكلم. بقعد اقول للبني ادم ما تعملش كل الكلام ده خالص، انت اتكلم كما كأنك قاعد في البيت، او كأنك قاعد مع صاحبك الانتيم اللي ما بتحسبش على كلمتك معاه ولا الكلام ده.
فبرضو زي ما بقول خليك حقيقي وانت بتحاول تبوزيشن نفسك، خليك حقيقي وانت بتكتب، لانه انا مش شايفه وشك وانت بتكتب، ولا شايفه انت قاعد فين ولا بتعمل ايه، بس انا شايفه الكلام اللي انت كاتبه والكلام اصدق بكتير من اي حاجه في الدنيا، فهيوصل لي. لو هو انت كاتبه وانت مصدقه هيوصل لي، ولو كتبته وانت مش مصدقه برضه هيوصل لي. فلو انت كمان عايز تبيع منتج او سيرفيس، لو عندك امكانيه ان انت تحتك بالمنتج ده عن قرب، يعني حاجه بتتاكل بتتشرب بتستخدم، استخدمها الاول بعد كده اكتب الكونتنت بتاعك او الكوبي بتاعتك. لو حاجه اكسبيرينس معينه عايز اكتب فيها، يعني لو قدرت ان انت تعيش الاكسبيرينس دي او على الاقل تعرف ماهيتها من اول للاخر اعمل، لكن ما تبقاش مرفلي كده من بعيد او من فوق. يعني خلينا هليكوبتر مثلا سكوب بتكتب، لا خليك مايكروسكوب كده بتكتب وانت محتك بالحاجه، لان انت فعلا هتتصدق. وجرب تكتب وانت حقيقي وانت مصدق اللي انت بتكتبه، وجرب تكتب والعكس وكلام مش كرنج، هتلاقي الريزلت بتاعتك، او لو هي كوبي الكونفرجن ريت هيروح في حته بعيده يعني. اخر حاجه ميديستا هتروح فين؟ ميديستا المفروض ان هيبقى ان شاء الله برضو السنه دي باذن الله بدون مقاطعه، اتمنى ما يحصلش اي حاجه كوارث لا تحصل ولا اي حاجه تحصل، ان شاء ان الله مفيش تخلي حاجه الايفنت تحصل، بس ان شاء الله. باذن الله ان نخلي الايفنت يتعمل، بس هيتعمل بشكل مختلف. يمكن ناس كتير تزعل من انه الابروتش بتاعه او الانجل اللي هندخل بيها السنه دي هتكون مختلفه، مش هتسمح ان عدد كبير يحضر، ولكن احنا بنحاول جاهدين ان احنا نحل مشكله ان ازاي الناس ممكن تحضر، بس التجربه هتكون مختلفه. لو تجربتك في المطلق ان انت رايح تتعلم، فالتجربه مختلفه هتكون ان انت رايح توثق حاجه، حدث مهم حصل لك، فان شاء الله تكون تجربه مميزه ده في الايفنت. بنحضر لاي بوك جديد، وده ان شاء الله هنستمر عليه كل سنه، ان احنا الاي بوكس من الحاجات اللي بتميز او اليونيك سيلينج بوينت بتاعت ميديستا، ان احنا بنتفرد بيها، او خلاص ما بقيناش بنتفرد للناس كتير بقت بتعمل كده دلوقتي، بس قصدي ان بنتميز بيها ان احنا نعمل كتب، بس برضو حتى تجربه الاي بوك بتاعتنا هتكون السنه دي مختلفه او فيها يعني انوفيشن. وبس هنبقى برضو مكملين على التحدي، فكرة ان احنا نبقى لينا شكل واضح. احنا اوريدي بقى لينا شكل واضح، احنا الاول كنا منصة، بعد الريبراندنج بقينا كوميونيتي هيبقى ليه تواجد سواء اونلاين او اوفلاين، ولكن احنا طول الوقت موجودين عشان خاطر نوصل فكرة واحدة، الا وهي ان العلم فعلا مش عكر على اي بني ادم في الدنيا. بس كده. يعني خير الختام بصراحه، يعني احلى حاجه نقفل بيها الحلقه، العلم فعلا مش حكر مم. على اي حد تاني في الدنيا. مم. في نهايه الحلقه حابب اقول لك شكرا جدا جدا انا اللي جدا. شكرا والله الفرصة دي وقبل اي حاجه رمضان كريم، احنا على اعتاب الشهر الكريم. الله اكرم، رمضان كريم الله عليك يا يكرمك يا رب رب. وعلى كل الناس. ونشوفك ان شاء الله قريب في الايفنت الجاي الخاص من ديستا باذن باذن الله الله تعالى، باذن الله. شكرا ومزيد من جدا ليك. النجاح يا رب ان شاء عايز الله. اشكرك والله بشكل شخصي، وعشان فكره انه البودكاست يعني انا عارفه ان انت كلمتني وقلت لي عايزين نتكلم عن ما ميديستا. توقعتش هتوافقي يعني دلوقتي. لا والله يعني مش حكايه ان انا ما بوافقش او بوافق، بس فعلا هي كفكره انه يبقى في بودكاست ليه صناع المحتوى، انا دايما بوافق عليها، لانه اي حاجه تخص صناعه المحتوى يبقى لينا كوميونتي، يبقى لينا مكان، يبقى لينا بودكاست، فدي حاجه مميزه جدا، واتمنى ان هي تكتر. يعني اولا البودكاست يكمل ما يقفش، ان شاء الله باذن الله. ويبقى في بقى حاجات تانية انشيتيفز تانية او مبادرات تانية بتحصل لصناع المحتوى، لان احنا والله احنا عالم فعلا جوه عالم، ننتمي لعالم، احنا عالم كبير ليه بس اكتشفنا يعني. خطوه خطوه هتبص تلاقي ناس تانية بتطلع وبتعمل حاجات ان شاء الله باذن افضل الله كمان باذن باذن الله. الله. شكرا جزيلا يا أروى، انا بشكرك، ونشوفك شكرا على ليك. خير باذن الله باذن ان الله. شاء الله. ثانك يو.